بعض المغاربة اللي كانوا كرماء إلى غير ذلك. ولكن هذا الفيديو بصراحة ما كانش حاجة أسوأ منه، لأنه تم في مكان عام وسط الناس. تفرجوا على الفيديو ومن بعدها نعلق عليه. ما عنديش نهضر، أنا رايح نقول تحتي، راني رايح نطلقها تحتي هنا، والله يبداو يشموا ريحة السياشة في الصطاد، فاهم؟ راني رايح ندير بيبي، ما قدرتش خاوتيني مستريسي. على خرجت والله خرجت، هاي استراس لا غالب. طب خوتي فيها باقي راه طاحت ولا غير طاحت البولة طاحت. الوسخ وقلة الأدب وقلة التربية فعل فاضح في مكان عام، رغم أنه هذاك الصطاد فيه كل أنواع لي تواليت للناس العاديين والناس ذوي الاحتياجات، للنساء والرجال. ولكن هذا المؤثر الجزائري اللي يتبعوه ملايين الناس على كل المنصات اختار أنه يقوم بهذا الفعل، ينحي سروالو ويجبد القلقول تاعو ويتبول أمام الناس، أمام الجمهور، أمام الجزائريين كما كيفو، رجال ونساء كبار وقاصرين. هذا فعل مخل بالحياء في مكان عام، ومفروض أنه السلطات المغربية تعاقبه على الأقل غرامة مالية على الأقل. هادو هما تريك الزريبة اللي كندويو عليهم، تريك الزريبة، حيت الزريبة كيعيشوا فيها الحيوانات، والحيوانات هما اللي كيقضيو حاجتهم في بلاصتهم. تريك تبوس مومو عطيه لمو، سكران طايح من الدروج، ولاد شنقريحة اللي كيبول في حوايجو، اش غيخرج لك؟ غيخرج لك واحد كيصنع الصواريخ، يخرج لك واحد بوال بحالو كيبول في بلاصتو، كيبول في حوايجو، وبول في تربية بيوت الرذيلة. خلى خونا شوقي بن زهرة. خاوتي السلام عليكم، حياكم الله جميعا. عمورة والله ما خلاها في قلبو خاوتي العزة. شرا يدير هذه اللقطة تاعش، هذه اللقطة تاع شوفوا معايا شكون هذا. هذا خاوتي، هذا هو يا اخي تاع الكونغو صح. عمورة كمل الماتش وراح ليه، شو دار له؟ شو تبع معايا. ارقد قالوا ارقد. شوف مسكين، ها طيح اخويا طيح. نتحدث عن تحديات كبيره، لانه ناكدها ماهيش ديماغوجيه او لغه حشب، وانما فيه تهديدات خارجيه كذلك من جار السوء. كلكم يعلم المخزن، وان كل هذه الصفحات بعد ما تصفحناها هي صفحات من الخارج للاسف. لانه ربما خليني نعطيكم واقعه واحده اخرى. الشيء اللي راه يصير كذلك عنده حتى علاقه بالرياضه، لان المنتخب الجزائري راه مقلق جيران السوء للاسف، لان مثل هذه البلبله راح تضغط على المنتخب الجزائري، ما تخليش الشعب الجزائري يفرح بالمنتخب تاعو ويشجع المنتخب تاعو. وبالتالي هذه الامور ولفناهم. نطلب اليوم من خلالكم نوجه رساله لكل التجار والمتعاملين الاقتصاديين باش الطوس ديالي ليكيب ناسيونال والاتحاديه تاعنا توفر لنا تذاكر. رانا هنايا في المغرب وما عندناش تذاكر باش ندخلوا للملعب. هذه هي الرساله ديالي. تفضل خويا. خوتي اللي ما عندوش تذاكر ما يجيش للمغرب. اخويا ما عندكش تذاكر بقى في بلاد. اعمل نفسك ميت. احنا ندوها اخويا، انا نعطيك الكاس الجزائريه 1 2 3 فيفالونس. احنا في المغرب وما لقيناش تشيكي، فهمتي؟ باش يجي واحد من برا وكاينش تشيكي. عندك فلوس غتدخل، ما عندكش غتفرش في داركم. ما تجيش اخويا للمغرب تبقى تشكي علينا حنايا من الاخر. اي شد روحكم مليح. احنا ماشي ما يحبوناش، يغيروا منا. كاين بين الحب وكاين الغيره. حنا نجينيو حنا يغيروا منا. مروك من عند الظاهره الجزائر واليوم تخسروا. شكون يخسر؟ مروك؟ لا الجزائر يربحوا. ومروك سيديروا؟ مروك خاسرين. ولكن أنصار المنتخب الجزائري المتواجدين في الرباط منذ بداية هذا الكان يطرحون مشكلة التذاكر وعدم توفرها وندرتها، وإن توفرت تتوفر في السوق السوداء بأموال غالية. هنا ربما تخلينا نفتح قوس بأن هؤلاء تعمدوا أن يبيعوا التذاكر قبل الكان من أجل إعادة طرحها من جديد في الأسواق السوداء بمبالغ ضخمة على حساب أنصار المنتخب الوطني الجزائري. على كل حال هذه
جانب معين من انشغالات الأنصار هناك. ولكن في نفس الوقت يتم التسهيل للجماهير الكونغولية، الكونغو الديمقراطية، وجماهير أو بعض جماهير المغرب، لأنه ليس كل المغرب سيشجع أكيد الكونغو الديمقراطية، ولكن جزء منه سيشجع الكونغو الديمقراطية ضد المنتخب الجزائري. يتم التسهيل لهم وإعطائهم التذاكر وشاهدوا هذه الجماهير الغفيرة في محيط سفارة الكونغو الديمقراطية بالرباط. البطاقة الوطنية ديال الكونغو الديمقراطية أو البطاقة المغربية، بطاقة الوطنية المغربية. قلنا بأن هذه الجماهير ستساند اليوم المنتخب الكونغولي ضد المنتخب الجزائري. بعد الكونغو كتوفر للناس ديالها والمتفرجين ديالها كتوفر لهم تيكي، ياك كتوفر لهم التذاكر باش يدخلوا للتيران، ماشي بحال الناس ديالكم اللي غادافعينكم ومصيفطينكم. جاي بزيرو درهم، جاي بغيت نعس في الزنقه تاكل في الزنقه، ما عندناش هذاك الشيء. يلا جمع قلوعك، الله يعاون العاونات. غنشجعوا الكونغو، غنشجعوا نيجيريا، وغنشجعوا اي فرقه غتلعب ضدكم. يلا وجنوا من بعد. شي اي جزائري ما عندوش تيكي، ما عنده ما يجي يدير في المغرب. هنايا ماشي بلاد السعيه وبلاد طلبان وبلاد كذا، بلاد الخير. المغاربه وتشريو التيكي ب 3000 درهم، ما جاوش تبقاو تبكيو علينا هنايا تقولوا لنا ما كاينش التيكي. شجعتو كونطرنا الجمعه كاميرون حمي على روحكم. وعسى نص دول اذا كان نمشوا بهذا المنطق انه اللي يغير موقفه مع الصحراء الغربيه نايفوه، نص دول العالم رانا نايفوها كاع. هنبداو بالامارات والسعوديه وقطر. هل قطر اللي هي حليفه تعترف بالصحراء الغربيه؟ لا تعترف. قطر تميم صاحب تبون حبيبه شقيقه لا يعترف بالصحراء الغربيه، بل يعترف بالمغرب، ان الصحراء مغربيه. يعني كونوا منطقيين. هل يعترف أردوغان اللي هو صديق الجزائر وصديق تربون، هل يعترف بالصحراء الغربية؟ لا يعترف. بالعكس يعطي طائرات بدون طيار للمغرب حتى يقتل الصحراويين والجزائريين في تندوف. إذا ما تجوش تهبلوني. السعودية لا تعترف، قطر لا تعترف، إمارات لا تعترف، الكويت لا تعترف، مصر لا تعترف. المغرب يحافظ على صدارته للسياحة إفريقيا للعام الثاني على التوالي. 20 مليون سائح، رقم تاريخي يسجله المغرب في أعداد السياح الذين زاروا المملكة خلال 2025 بزيادة بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي. والإيرادات السياحية بدورها حققت رقما غير مسبوق وصل إلى أكثر من 13 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر، وبنمو بلغ 19%. رقم قياسي توج المغرب كأكثر وجهة استقطابا للسياح في إفريقيا، ويعكس ثقة العالم وحبهم لزيارة المغرب الذي يتميز بتاريخه وثقافته ومطبخه المشهور عالميا. الزول فكر لاكار من الرباط، لاكار دو رابا، هذا en même temps de la gare, en même temps il a le tramway, il a le bus, هذا les escalators partout, les pharmacies. هذا هي لاكار من الرباط. يوساونينا في لي تيراس، لي تيراس، لي بونك، لي ريستورون، كل شيء شاعل. ولا شال كارت دي تمورت، يا ميم با ان ميغو بار تير. ثوالم المغرب تمرت مقارنة المغرب المروك
Voilà, donc c'est la gare de Rabat. Moderne, plus moderne que les pays d'Europe. Le Maroc n'a ni gaz ni pétrole. Il faut bien le souligner. Le Maroc n'a ni gaz ni pétrole. Il a juste ses enfants qui aiment leur pays, qui travaillent. Les Marocains, c'est des bosseurs, contrairement à leurs voisins de l'Est. مؤامرة لقجع، مؤامرة لقجع. وهنا كما كتشوفوا كيسالي الفيديو ديالنا، ما تنساوناش واحد لايك، كومونتير، سبسكرايب، شي تعليق يكون زوين بحالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.